هو انت تعرف يا صاحبي ان الماتش ده لازم يكون الاخير للكابتن عماد النحاس؟ تعالى لما اقول لك ليه. بص يا معالي الباشا، احنا كسبنا ماتش سيراميكا ده تمام بدعوات الجماهير مش بحاجه تاني. الشوط الاول اداء ولا اروع، رصه ملعب صح بالاتنين دول كده، ومروان عطيه اللي بيسقط هنا اللي هو بصراحه بالنسبه لي نجم الماتش في قطع الكور وقطع المسافات وتخطيط ورا الباكات وكل حاجه. احنا بدانا بالمنظر ده وكان بن رمضان هنا، واللقطه اللي بقول لك عليها ان بن شرقي هنا وتريزيجيه هنا، او بن شرقي هنا وتريزيجيه هنا، هي دي كانت نقطه قوتك وانت ضاغط من اول ملعب وخرجت سيراميكا بره الجيم وعامل ضغط عالي. هوب تعمل ايه بقى الشوط الثاني؟ تروح انت بقى عامل تغييرات ولا اروع تبوظ بها الملعب. ليه عمر كمان ناحيه اليمين؟ طب ما انا اطلع كوكا واودي عمر كمان ناحيه الشمال وازود الجبهه دي. طب ليه حسين الشحات مش مكان طاهر محمد طاهر اللي انا بالنسبه لي ما اسموش طاهر محمد طاهر، اسمه طاهر كابتن عماد النحاس مش حاجه تاني؟ ليه الاصرار ان هو يبقى في الملعب وهو ما بيقدمش اي حاجه؟ جميل الكلام. طيب احنا رحنا للشوط الثاني، المفروض انا محمد شريف لحد الدقيقه 60 مش مقدم لي مردود كويس ومضيع بدل الكره ثلاثه، فاعمل ايه؟ انزل جردشار اديله الثقه، تنزلوا لي 5 دقائق، طبيعي جدا ان هو ما يبقاش عنده حساسيه الماتشات انه يعرف يحط جون ويضيع الكره اللي جات له. حل الاهلي ايه الفتره الجايه؟ المنظر ده. ولكن انت تطلع لي احمد بيكهام اللي مستواه يعني انا مش عارف هو الداون جريد اللي حصل له ده من بعد ماتش بالميراس ليه، وياسين مرعي هو اللي يبقى هنا ماشي. ياسر ابراهيم الغلطه اللي عملها النهارده دي كانت هتكلفنا كتير، فانا بالنسبه لي لازم مدافع في يناير عشان المنظر يبقى ده كده، ولازم تحضر لي محمد شكري باي شكل من الاشكال، لان محمد شكري لو فتح الخط ده كده بن شرقي هو اللي سقط كمهاجم تاني وتريزيجيه سقط هنا بنفس الطريقه اللي لعب بيها، صدقني الاهلي مش هياكل على ايده حد خالص. طب ليه بن رمضان النهارده سهر بالمستوى بتاعه ده؟ بص يا صاحبي، بن رمضان يا يلعب هنا يا يلعب هنا، ما تودوش ناحيه اليمين مش هيقدم لك المردود اللي انت منتظر منه. بن رمضان عشان تاخد منه كره كمان لازما هو اللي يبقى المهاجم الثاني بالمنظر ده كده. عشان كده هرجع واقول لك الاهلي لازما يبقى شكله كده، جراديشار هو اللي هنا، تريزيجيه، بن شرقي، وحسين الشحات اللي عمل كام دقيقه بيقول لجمهور الاهلي وبيقول لاي حد من الاداره الفنيه انا هنا، وانا لو نزلت هغير شكل الفرقه. وانا بالنسبه لي حسين الشحات، تريزيجيه، جراديشار، بن رمضان وبن شرقي هي دي التشكيله المثاليه لخط هجوم النادي الاهلي، وهي دي اللي هتعمل لك ضغط عالي، وهي دي اللي هتكسبك الدوري. قول لي في الكومنتات هل الكابتن عماد النحاس يستحق ان هو يكمل لحد ماتش الزمالك ولا لا؟